السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا جايلكم بفيديو جديد. هعمل معاكم الفول المدمس بالفاصوليا البيضاء بطريقة حلوة وجميلة جدا. انا دلوقتي معايا نص كيلو من الفول. هنقعه وتعالوا بقى نشوف هنحط عليه الفاصوليا البيضاء. الفاصوليا البيضاء دي فوائدها كتير، بتساعد على طرد السموم من الجسم، وبتحتوي على بروتين، وكمان بتحافظ على السكر، في مستوى السكر في الدم. فوائدها كتير جدا. دلوقتي انا حطيت الفاصوليا البيضاء على الفول. هعمل ايه بقى؟ هعمل ايه دلوقتي؟ انا هنقع الفاصوليا والفول بميه. تمام. انا كده حطيت الفاصوليا على الفول وهنقعهم. هحط عليهم رتلين من الميه وهسيبهم منقوعين لحد لمده 3 ساعات. خلاص، عايزه تنقع من بالليل برضو يبقى افضل، بس انا كنت عايزه اعمله يعني، فانا نقعته لمده 3 ساعات. تمام. وكده هسيب بقى الفول يتنقع، وتعالوا بقى نشوفوا هنعمله ازاي. انا كده خلاص الفول بتاعي شرب الميه، يعني في كميه ميه بسيطه. هصفيه من الميه بقى واشطفه شطفه كده حلوه. ومعايا بقى ندمسه. معايا بقى عدس انا غسلاهم، شويه عدس كده انا غسلاهم. ومعايا برضو فول مدشوش، كوبايه صغيره كده فول مدشوش. تمام. ومعايا جزرايه وفصين توم وليمونيه كامله. تمام. الليمونيه ديت اللي مش هتخلي الليمون الفول بتاعنا يسود. هجيب بقى القدره بتاعت الحلوه المقطقطه دي. برضك لو انتي ما عندكيش قدره برضك مفيش مشكله، اعمليه في الحله هيبقى حلو برضو وهيديكي نفس النتيجه. فانا كده حطيت الفول والفاصوليا البيضه في قلب القدره، وهنزل بالفول المدشوش. الفول المدشوش ده، الفول المدشوش بيدي طعم للفول المدمس حلو جدا. انا كده حطيت الفاصوليا والفول في القدره، وهنزل بقى بالفول المدشوش، وكمان هنزل بالعدس. ده عدس اصفر غسلاه وهنزل بيه برضك مع الفول. الفاصوليا من الاكلات الحلوه وفيها بروتين وحلوه جدا. مش وحشه يعني، وتخلي طعم الفول بتاعنا حلو جدا. خلاص كده انا نزلت بالعدس الاصفر. هنزل بقى بالفصين الثوم والجزرايه دي هقطعها زي ما انتم شايفينها بالشكل ده. والليمونه دي اللي هتخلي الفول بتاعنا ما يسودش. هحطها سليمه زي ما هي مش هشقها ولا اي حاجه. معايا بقى سر الفول، معلقه كركم صغيره. معلقه كركم صغيره هحطها على الفول، وهنزل بقى برتلين 2 من الميه على نص كيلو فول. المعلقه الصغيره الكركم دي اللي هتخلي اللون بتاع الفول بتاعنا حلو وهيديله طعم حلو برضو. هنزل بقى بمعلقه من الخل الابيض. كده بقى خلاص انا خلصت الفول. هحط بقى اغطيه بقى وارفعه على النار. تعالوا بقى نشوف هنحطه على نار ضيقه ايه. النار بتاعتي تبقى في الاول عاليه، اخلي النار عاليه. هحط القدر على نار عاليه، وبعد ما يغلي هنهدي النار زي السهرية بالظبط. تمام كده. والفول بتاعي بيغلي معايا زي ما انتم شايفينه بالشكل ده كده. ابدا بقى ان انا اوطي عليه النار زي السهرية عشان يستوي وما ياخدش وقت معانا في السوا، وهيبقى طري وجميل جدا. تعالوا بقى شوفوا النار انا هوطيها ازاي. ولو عندك شياطة بتاعه الرز هتحطيها برضو تحت القدرة او تحت الحلة زي ما انا قلت لكم، مفيش مشكلة برضو الحلة هتديكي نفس النتيجة، بس انا كان عندي القدرة يعني فانا عملت فيها يعني. خلاص انا كده هغطيه بقى، هديت النار وهغطيه. وتعالوا نشوف بقى الفول بتاعنا بعد ما استوى. كده بقى خلاص الفول بعد ما استوى اهوت. حبيت اوريهولكوا. انا الفول ده انا زودته ميه برضو لما لقيته محتاج ميه. انا زودته، بس انا ما صورتش اللقطه دي يعني. انا زودته ميه برضو لما احتاج معايا ميه. وبكده الفول بتاعي استوى. شايفين بقى الشكل واللون وطعمه جميل جدا. وتحس ان هو بقى مش حب كده في ميه، لا ده كله زي بعضه وتقيل ومستوي وطعمه حلو جدا. معلقه الكركم مخليه لونه حلو وطعمه حلو جدا. وزي ما قلت لكم بيتهرس معايا كده
هتعملي بقى طبق كده بطحينة، طبق بطماطم، زي ما تحبي انت عاوزاه بطعمه ايه هتعمليه. انا كده خلاص، انا هعمل طبق فول بقى كده معاكم. رمضان بقى كده على الابواب، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل بقى الفول للسحور وكده. كده خلاص بقى انا حطيت فلفل وملح، واعمله بقى عصر نص ليمونه واحط شويه زيت وكده. الايه مكانش عندي طحينه بقى، وكده الفول بتاعي جاهز وكان طعمه حلو جدا. حابه بقى تعمليه بطماطم، بتعمليه اي طريقه تانية، اسكندراني، اي حاجه، يبقى طعمه حلو جدا برضو، احسن من بره بكتير. ونص كيلو هيوفر معاكي فطار اسبوع، هيوفر معاكي فطار اسبوع كامل. فاحنا لازم نعمله، يعني بيبقى حلو في البيت، ومش تحتاجي ان انت تفكري في فطار. هتقوم الصبح تطلعي كيس فول، هيتخزن برضو في الفريزر، مفيش مشكلة. وكده الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.